هو برضه يعني انا معانا ان شاء الله فيديو هنعرضه على الساده المشاهدين اسمه متحدي الاعاقه ان شاء الله على ما يجهز. سعادتك هتعقب عليه. انا بس هسال الدكتور مدحت يعني برضه بمناسبه موضوع التنميه البشريه وموضوع ان هو سلوك بشري. يعني لو جالك واحد بلطجي في المستشفى، سيبك بقى من المريض، المريض اهو على السرير والناس بتقوم حواليه، البلطجي بقى اللي جاي اللي انت بتقول ماسك كازلك ولا ماسك سنجه ولا بتاع، هتتعامل معاه ازاي كدكتور؟ هو المفروض شغلتك بس هنشوف بقى. تمام. اولا البلطجي جه منين؟ لا فضل في الدوله ان هي ربت شعب او ربت نشء. فين المدارس؟ حتى في الطب احنا درسنا التشريح، ده بعيد عن الاخلاق والاخلاق خالص خالص. والميتوكوندريا والسيل ممبرين والفسيولوجي والباثولوجي، حتى الجراحه العامه اللي انا متخصص فيها جراحه بيور، يعني جراحه. الدوله ملهاش فضل، سابت الناس 30 سنه بدون تعليم. لا واحنا اتعلمنا صح يا دكتور مدحت، يعني هنا اتعلمنا ايه اللي معلش ايه اللي نشأ البلطجه؟ البلطجه الناس هتسوف يوم القيامه ان شاء الله قدام ربنا عن كيف اجبتم الرسل، امنتم بايه؟ كل الرسل والانبياء كانوا بيدعوا للفضيله والاخلاق العاليه والناس تبقى محترمه، ماشي كده؟ بدايتنا سيدنا رسول الله محمد كان هو القدوه الاوليه. توفى سيدنا رسول الله، بدا الخلفاء الراشدين، ناس محترمه والناس ورا منهم، في قدوه موجوده في البلد. بعد كده الخلفاء الراشدين، بعد كده الدوله الفاطميه، الدوله العباسيه، الدوله ايه؟ دلوقتي احنا سنه 19 كان في مصطفى كامل وكان في سعد زغلول وكان في قيم. دلوقتي في نمشي ورا مين؟ ورا مين؟ وانه جماعه وانه حزب وانه موضوع وانه ايه؟ فكده الموضوع الناس سلخت من ايه؟ من التعاليم الدينيه. فاصبح عندي بلطجي يجي لي المستشفى البلطجي. انا من ساعتين ثلاثه سايب الدكتور معانا اسمه محمد العشر مضروب في الاستقبال بتاع مخ واعصاب حالا من ساعتين ثلاثه. حاجه مش معقوله. يجي البلطجي، طب الراحه طب انت عاوز ايه؟ اولا الاستقبال فيه 4 تخصصات موجودين في وقت واحد، الجراحه العامه والمخ والاعصاب والعظام والبطنه. احتاجنا نفسيه هنجيب، احنا كده مخ واعصاب هنجيب، احتاجنا مسالك هنجيب. انت عايز ايه؟ انت بتقول له كده، بتقول له انا هريحك، انت عايز ايه طلباتك؟ مضروب طلقه هطلعها له، مفيش اكتر من كده. حلب منفجر هشيله لك، قطع في الامعاء، ده شغلتنا بقى دلوقتي. بس انت ابعد عن الفيلم. 88 بقى دلوقتي 22 سنه. هحكي لك على حكايه يا دكتور فهمنا الموضوع شكله ازاي. فبنهديه يقعد العيان ونشوف ايه موضوع. يعني يجي لي جرح نافس او طلق ناري، طب ماشي اعمل اشاعات بعد الفيرست ايد الاول، بعد المعلق المحلول والجلوكوز والرنجر ونعلق الدم والبلازما والكانيوت اللي تعدل العيان من مرحله الخطر وبعد كده نعمل اشاعات. اخر عيان انا عامله كان واخد طلقه في الرئه، معديه في الرئه على القلب على العمود الفقري، شال الرباعي، فتحت سيراكوتومي اللي هو استكشاف للرئه. خيطت الرئه وتجمع الموضوع وشيلته، والطلقه دي شلتها من العمود الفقري، بس العيان شال الرباعي. كان جاي وما زال محبوس في المستشفى، كان جاي بازمه وجاي ب 100 واحد معاه وسنه وضرب نار. انا اعمل لكم انتوا عايزين. فعاوزين برضه حتى التلفزيون، حتى الاعلام، ايه رسالته في علم الناس ايه؟ ده حتى اللغه بتاعت الشارع بقى مش مختلف من الافلام والتمثيليات. هو لا شك طبعا ان الموضوع برضه البلطجه دي كل ده كانت بسبب ان برضه من احداث 25 يناير لحد دلوقتي ما كانش فيه دوله، او كان الدوله يعني ضايعه. فطبعا وحكايه سرقه السلاح والسلاح مع كل واحد دول ادى. الزاويه الحمراء فيها 12000 بلطجي والله باسلحتهم كل يوم 4 ماتش هناك، المدير هناك واستشار جراحه هناك. ما الحد بيجي مش معقول. الشرطه اللي جايب الشرطه والفنانات المريبه اللي بسوها دي بتاع ايه والسنجه هو هعالج مين انا؟ هو ده تقصير برضو من الدوله في ايه بقى؟ مش معقول. في ايه يا دكتور مدحت بعد اذنك؟ تقصير من الدوله في ايه؟ ان انا دلوقتي بجرم حامل المخدرات وبحكم عليه بالاعدام، حامل سلاح القاتل بعد. طب ما انا دلوقتي اعمل ايه؟ اعمل تجريم لحامل السلاح وترويع الامينين اعدام، واعمل استفتاء للشعب. الشعب هيقول نعم ولا لا؟ الشعب هيقول نعم. يعني انا لو انا طلعت قانون اقول ان السلاح دون اي واحد كله هيخاف، بالعكس ده كله هيجي في الميه ويرمي السلاح والله بتاعه. انا عربيتي هي لازم تكون فيها كاميرا كده شبرا بغير العجله. جه حراميه 2 سرقوا الشنطه في قلبها المرتب الهلال ومرتب الزاويه وجمعيه 14000 جنيه. ما هو ده احنا الحمد لله خدت حقي وخدت طار. مش هقول للمشاهدين يقولوا ازاي ما حدش يقدر انما لجزاء الذين ايه يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا في الارض من الارض. ذلك خزي في الحياه الدنيا وفي الاخره عذاب عظيم. هو انا مش هقول للمشاهدين انا عملت فيهم ايه.
بس الحمد لله خدت هو اللي بينزل من المنزله وينزل من المنزله بمراكب ويطلع على بورسعيد يخطف تجار ويعمل ويسرق محلات ويعمل، هو ده مش ترويع؟ قطع السكك الحديديه عشان جاموسه معديه ولا ولا ليه؟ وعلى فكره يا دكتور علي، احنا انتخبنا الدكتور محمد مرسي علشان في مسحه دينيه، يعني مش يعني زيه زي شفيق، مش زي شفيق، ده راجل مسحه دينيه. هذه المسحه اللي هي على حس يقول نطبق الشريعه، نطبق القوانين بتاعت ربنا، وهكذا. معانا الفيديو هنعرضه عشان الدكتور احمد يعقب عليه. ممكن نشوف الفيديو ده؟ فيديو عن متحدي الإعاقة. بنوري الناس ازاي ان الانسان ممكن بالإرادة الكاملة انه يتحدى الإرادة. هنوري السادة المشاهدين. ده طفل معاق، ده طفل لا ده استرالي. ده الطفل طبعا مولود بدون أذرع وبدون أرجل، وبنشوف دلوقتي ازاي هو بيتعامل مع الحياة بطريقة لذيذة، وما اكتئبش وما جالوش انهيار عصبي وما قعدش في البيت والتزم، لكن بنشوف ان هو بيمارس حياته كإنسان طبيعي خالص. الطفل ده الولد ده دلوقتي هو كان من صغره كبر وشاب، وطبعا قدر يعتمد على نفسه. اسمه نيكولاس، استرالي. دي عزيمه قويه جدا يعني يعني واحد في الاعاقه اللي هو فيها ديا، يعني ده يكتئب وينهار وينعزل عن المجتمع. الولد ده اتجوز دلوقتي وعنده اولاد، وبرضه معاقين اتجوز ولا يعني وعنده اولاد. بنكمل الفيلم وبنشوف بقى طبعا طريقه تعامله في حياته في البيت، ازاي من غير اطراف، وازاي بيناول نفسه الحاجات، ازاي بيعمل يعني الحاجات دي برضه كلها حاجات بالنسبه للشخص العادي بتبقى صعبه. شوف يعني بيكتب على لوحه المفاتيح ازاي. لوحه المفاتيح بيكتب زي الانسان العادي، وبرجل، يعني مش رجل، ده حته من رجل. سبحان الله. علم الانسان ما لم يعلم. ده بنحاول برضه عشان نشيل الساده المشاهدين ان احنا موضوعنا مش على البلطجه بس ولا على لا، ده في ناس تانية نحب نديهم حقهم، قدوه عاليه ونديهم حقهم للناس السليمه كمان. طبعا البلاد الغربيه والاوروبيه طبعا بتبقى بتاهل للناس اللي زي دول حاجات تبقى مساعده بتكنولوجيا عاليه بحيث برضو تريحهم. بنشوف ازاي هو بيقدر ان هو يعتمد على نفسه، شرب واكل. نكون انه يعدي من الفتره دي والحساسيه المفروضه بالنسبه للسلام ويبقى بهذا الشكل ده والنت وايه ده حاجه يعني. ده بيدي يعني. ده دكتور مدحت بيدي دلوقتي محاضرات يعني بفكر الدكتور عمر في التنميه البشريه والسلوك، ازاي تحدي الاعاقه وازاي هو ينافس السلام وابتدى يعلم نفسه مهارات الانسان الطبيعي اللي زينا ما بيقدرش يعملها. سبحان الله. الاعتماد على المشي برضه بدون اطراف. طيب عايزين بقى تعقيب الدكتور احمد على بالنسبه للناس اللي هي بتقدر تتحدى الاعاقه، يعني الناس اللي هي ازاي انا مولود ناقص عضو او ناقص اذرع او ناقص رجلين، ازاي انا اقدر اواجه الحياه. طبعا ليا باك جراوند ديني واخلاقي واسلامي وايماني. هي في البدايه ان احنا بنحدد نوع المشكله وطريقه التاقلم معاها وتفهم اعضاء المجتمع من حواليا اللي انا بعيش معاه، لان انا النهارده ممكن احطك تحت ضغط نفسي تبقى انت سليم واعقدك في حياتك، زي ما بيحصل ان احنا بنلاقي بعض الناس لما بتروح انت مثلا تخلص ورقه من جهه حكوميه او حاجه يعقدوك ويتعبوك نفسيا. تمام. فمش بس هو الاعاقه والتحدي، احنا الاعاقه ان احنا نحط قدامنا هدف معين والهدف ده نحاول ان احنا نحققه عن طريق معرفه ان اهم حاجه ان النجاح
امر مهم وامر ممكن الحصول عليه وامر مكتسب. ان الانسان ما بيولدش ناجح، انما مجموعه محاولاته هي اللي بتخليه يكون ناجح اكتر. بمعنى ايه؟ بمعنى الطفل دلوقتي عندي لما يجي يمشي يقع، انا بقول فاشل ولا بقول تجربه الطفل فاشله؟ بقول تجربه الطفل فشلت في القيام، فيتني يحاول يقع ويقف ويقع ويقف لغايه لما يصل الى مرحله النجاح. فالنجاح بيجي عن طريق تخطيط وجود هدف، ثم محاوله النجاح في هذا الهدف، ثم المرور بعده تجارب مختلفه لمحاوله النجاح من خلال هذا. ان انا بحاول في المحاوله بتاعتي مره لو فشلت بحاول فيها مره تانية. ما بعتبرش نفسي انسان فاشل، لكن اعتبر نفسي ان المحاوله فشلت. النهارده ست البيت لما تيجي تعمل شويه رز وتتحرق منها، ما بقولش هي فاشله في الطبيخ، لكن بقول المحاوله بتاعتها في عمل طبق رز فشلت. لكن هل هي ممكن تعمل طبق رز تاني؟ ممكن تعمل طبق رز تاني. ممكن تعمل لحمه بالضاني وتبقى كويسه، ممكن، شيء جميل. طب لو اتحرقت، ما بقولش هي فاشله، لكن بقول هي محاوله فاشله. ممكن ان اكرر المحاوله. اللي حصل مع نفس الشخصيه بتاعتنا بتاعت الفيديو، ان هو المجتمع اللي حواليه دفعه وزقه للنجاح. يعني انا لو جه واحد مثلا مثلا هيقول مثلا لمراته انت فاشله عشان حرقتي الاكل، فاشله عشان حرقت الاكل، كل ما هتيجي تطبخ هيتحرق منها الاكل، لان هو اداها خلفيه في الاول، ان فاداها خلفيه مسبقه بالخوف من محاوله التجربه، لان هتكون نتيجتها الفشل، ثم فعلا تفشل. فهنا مش بس هو ما نجحش كده لوحده، يعني صاحب هذا ما نجحش، مفيش واحد بينجح لوحده. المجتمع ساعده في ازاي ان هو يتاقلم.